بس الشيشه التفاح اللي حضرتك بتشربها دي بتسد الشعب الهوائيه وبتدمر انسجه الرئه وبتدمر خلايا المخ لحد ما يحصل لك فشل تام في الجهاز التنفسي. يعني حضرتك لو بتشرب حجر تفاح كل يوم في مده من 6 ل 8 شهور يا اما يحصل لك شلل تام يا اما وفاه. حلو قوي الكلام اللي انت بتقوله يا دكتور، بس زي ما انت قلت حجر تفاح، انما دي شيشه معسل. لا المعسل ما فيهوش شلل تام، وفاه على طول. شيل الشيشه يا محمود. امال اشرب ايه يا دكتور؟ كوبايه لبن دافي وعليه معلقه عسل. هات اللي قالك عليه. شوف يا دكتور بيرم، انا مرضتش اقبض عليك وعملت حساب للعيش والملح اللي بينا. اولا احنا مفيش بينا اي عيش وملح لان دي تالت مره انا اشوفك فيها في حياتي. ثانيا حضرتك عايز تقبض عليا بتهمه ايه؟ مش حضرتك الصبح حاولت تقتل نفسك؟ هل انا موتت نفسي؟ لا بس حضرتك كنت بتحاول. هل انا موتت نفسي؟ بس حضرتك هل انا موتت نفسي؟ لا. امال عايز تقبض عليا بتهمه ايه؟ انت هتحاسبني على النيه؟ دكتور بيرم، فين الرجل العنابي؟ متهيألي انا اكتر واحد عايز يعرف مكان الرجل العنابي عشان اشكره على اللي عمله معايا. عشان كده انا اللي المفروض اسالك سياده النقيب، فين الرجل العنابي؟ فين الرجل العنابي؟ معرفش. حضرتك عارف ان وزاره الداخليه كلها مقلوبه عشان تقبض على الرجل العنابي؟ تقبض على الرجل العنابي بتهمه ايه؟ تقبض على الرجل العنابي بتهمه ايه؟ عشان كان طاير من غير تصريح. بيطير من غير ايه؟ ثواني. الو. ايوه يا فاروق بيه. دلوقتي انا قاعد مع اللي اسمه بيرم ده. دكتور بيرم. قاعد مع الدكتور بيرم ده بساله الاسئله اللي احنا متفقين عليها، بيرد عليا باسئله انقح منها. انتوا بتحرجونا مع الناس ليه؟ حاضر يا فندم، حاضر، محاوله اخيره كده. ماشي حاضر يا فندم. اتفضل يا فندم، اتفضل يا فندم. دكتور بيرم، انا باسم وزاره الداخليه بعتذر لحضرتك عن الموقف اللي احنا فيه ده، وبطمن حضرتك ان الوزاره هي اللي هتحاسب على المشاريب كلها. بس حاجه بيني وبينك كده لتيسير، انت لو اعترفت دلوقتي انا هقف جنبك وهساعدك وهعتبرك شاهد ملك في القضيه. قضيه ايه؟ يوه يا اخي بقى بطل اسئله بقى. هات يا ابني حجر معسل وحجر تفاح. ممكن اروح؟ تقدر تروح، اتنيل غور. أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدات، وحشتوني قوي، مع إني لسه سايبكم من ساعتين، بس والله وحشتوني. اسمحوا لي أرحب بيكم في أول حلقة من برنامجكم الجديد طبق الفيل. والنهاردة هنتعلم سوا طريقة عمل الفراخ المقلية بخلطة الفيل السرية. واحدة منكم هتسألني هي فين خلطة الفيل دي؟ أقول لها هتشوفيها ازاي؟ دي سرية ولا ايه يا ست بهية؟ انا مش فاهم انت متضايق ليه؟ من الاخر كده يا عم، يا بخت اللي صاحبه راجل. يا ابني بطل تلقيح كلام واتكلم زي الرجاله، في ايه؟ على السكه وعلى الدغري كده، انت اتكلمت عليا وحش في التلفزيون. انا ما اتكلمتش عليك وحش في التلفزيون، انا اتكلمت عن الرجل العنابي. يا سلام. طب ما انا الرجل العنابي. لا احنا الرجل العنابي. وبعدين انا قلت ايه يعني؟ قلت عليا مسطح. ايه سطحي قصدك؟ ايوه هي سطحي دي. طب ودي فيها ايه؟ انت ساكن فين يا عصفور؟ انا ساكن فوق السطح. تبقى سطحي ولا مش سطحي؟ صح، في دي عندك حق، ابقى سطحي. بس تعالى هنا بقى. ايه بقى مدور الرجل العنابي بالريموت؟ طب ودي فيها ايه؟ داير بالريموت يعني ما عنديش شخصيه. مين بقى اللي قال لك الكلام ده؟ اهم واغلى الاختراعات شغاله بالريموت. التلفزيونات دايره بايه؟ بالريموت. التكييفات دايره بايه؟ بالريموت. يبقى ايه؟ حتى الريسيفر المعفن بتاع واد كوبايه القواجي شغال بالريموت. يبقى التلفزيونات والتكييفات والريسيفر بتاع كوبايه ما عندهم شخصيه؟ لا يا عم ما تغلطناش، العفو انا ما قلتش كده. برضك يعني بس يعني الدماغ ما كانتش واصله. طيب وبعدين ما انا قلت عليك برضو انك راجل وابن بلد وحاجات حلوه كتير. وبعدين يا عصفور انا قلت قبل كده انا اي حاجه بعملها تبقى ايه؟ لمصلحتي. ولو ما فهمتهاش دلوقتي هتفهمها ايه؟ هفهمها بعدين. يبقى تسكت ايه؟ احط الجزمه في بوقي. يا اما هحطها ايه؟ اديني بالجزمه على دماغي. طب يا عصفور ما انت شاطر اهو حافظ يا عم. بس الحق يتقال يعني الحلقه اللي انت عملتها في قلب التلفزيون دي صيتتني جامد قوي وطلعت من وراها بمصلحه جامده. مصلحه ايه؟ اصل البت سلمى فكرت ان انا العبقري اللي ورا الرجل العنابي، فبدات يعني ايه
سلمى انت برضه خرجت معاها. انا كلامي ما بتسمعش ليه يا عصفور؟ ليه بس يا دكتور؟ اكيد قلت لها حاجه عننا. لا يا عم عيب، عيب وربنا. انا بس قلت لها يعني ان هو صاحبي وحبيبي الرجل العناب وكده، وهي طلبت يعني تعمل معاه صاحب صاحبي. وايه اللي هيخليها تطلب غير لو كنت قلت حاجه عننا؟ قلت لها ايه يا عصفور انت؟ قلت لها والله بس ان انا صاحبه وحبيبه ويعني تصفيته خفيفه كده. وليه تقول عصفور البت دي انت ما تخرجش معاها تاني، وكلامي يتسمع بعد كده. يا دكتور بيرم انا ما صدقت تعبرني، ابوس ايدك. ما هي ما عبرتكش انت، هي عايزه الرجل العنابي. ماشي يا عم تعبرني عشان اللي تعبرني عشانه، بس المهم انها عبرتني في الاخر يا دكتور. خلاص بقى والنبي. ماشي يا عصفور، تعالى يلا ارميني في اي حته، وبكره تعدي عليا 10 الصبح عشان هروح السبتيه. اشمعنى السبتيه يعني؟ انت مش عايز تبتدي شغل؟ هنبتدي شغل لو ربنا. صباح الخير يا عمي. صباح النور. انا هنا سيادة اللواء. عم دي تقولها في البيت، ويا ريت ما تقولهاش في البيت حتى. ولو مش هقول لك يا عمي في البيت هقول لحضرتك ايه في البيت بقى؟ يا ريت ما اشوفكش في البيت من اصله. ماشي يا سياده اللواء. اتفضل يا فندم. ايه ده؟ ده يا فندم تقرير مفصل عن بيرم هاشم ايوب، واضح ان الولد ما يعرفش حاجه. اسم الله عليك، انت اللي تعرف كل حاجه. وفي خبر تاني كده يا فندم احتمال يضايق حضرتك شويه. خبر ايه؟ قول ما توقعش قلبي. عايز حضرتك تمضي لي على الطلب ده يا فندم. ايه ده؟ ده يا فندم طلب اجازه. يا خبر ابيض، ارجوك. بس انا يا فندم بفكر اخد دينا ونظام كده ونطلع كام يوم، يعني نقضي كام يوم كده. يا سلام، كان فين القرار العظيم ده من زمان؟ تروح وتيجي بألف سلامة. ألف سلام. ربنا يخليك. وهتاخد كام يوم؟ يعني اسبوع كده ان شاء الله. لا اسبوع ايه؟ مد. لا يا فندم اصلها يعني اجازه بدون مرتب يعني. لا مرتب ايه؟ خدها على حسابي، خدها على حسابي. ماشي يا فندم. حضرتك طب بتسلم عليا ليه يا فندم؟ الاجازه لسه من بكره. لا من بكره، احنا لسه هنستنى يا ابني. خير البر عاجله. يا فندم بس عشان اقعد بس اقفل قضيه العنابي وبعدين اسافر. ما تقلقش عليها، انا هقفلك قضيه العنابي. مع السلامه انت بقى، مع السلامه. هتوحشنا، مع السلامه. امه وانزاحت. طب قضيه الحوف يا فندم اقعد اقفلها ولا ايه؟ يا سيدي انا هقفل لك كل القضايا، مع السلامه بقى. طيب ماشي. جود لاك يا فندم، جود لاك. بعد اذن حضرتك. يا ساتر، ابن اخويا لكن ريحه تقيل. معلش يا معلم صقر، احنا مش فاهمين حاجه في اي حاجه. زي ما هو مكتوب عندكم في الكارت، احنا شركه من اي حته لاي حته لتوصيل الطلبات ونقل البضائع والتخليص الجمركي. ايوه، ايه الجديد؟ ما البلد كلها مليانه شركات بضايع بتوصل لنا الحاجات لحد عندنا في السبتيه. لا معلش يا معلم، نحن نختلف عن الاخرون. الخدمه اللي بنقدمها